بسم الله نبدأ بها الكلام. والصلاة والسلام على طه عدنان. وكان يا ما كان في قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان حجر بين العدنان. حتى كان يا سيدي وفي واحد البلاد من البلدان، وفي واحد القبيلة بعيدة عن العيان، كيعيش واحد الولد هو والديه. قال الولد يا سيدي مرض ميمتو وباه. قال الولد وصل لسن الزواج، والأم ديالو مازال يبان ليها دري صغير. فين ما يجي يفتح معاها الموضوع ويقول ليها باغي يتزوج، كيكون الجواب ديالها هو سير وليدي سير، انت مازال صغير، مالك مزروب على الزواج، ما غاديش يهرب ليك. يلا وليدي خدمتي، بغيتي تجيب لها مرا وتبقى تصرف عليها من دابا، سير وليدي عيش حياتك شويه والزواج ما غاديش يهرب. والله يا ميمتي الله، واش بغيتيني نشاف؟ انا دابا في سن الزواج، وصحابي كلهم تزوجوا وداروا وليداتهم، وانا فين ما نجي عندك ونقول لك هاد الكلام تقولي لي نفس الهضره. الله يهديك ميمتي، هاديك المراه تزوجي الولد. ايوا انت اسكت ما تدويش، انا ما فياش ليه نزوج ونجلس من دابا وانا موحوله بشي بنت الناس. وزيدون انا مازال ما ساخيه بولدي، باغيه يبقى معايا شويه. وامي وانا عليه الشيطان، انا لا تزوجت غادي نجيب المراه وغادي توانسي انت وياها ونولدو وليداتي. واش بغيتيني يا امي نبقى حداك حتى نبدا نطفر الشيب؟ والله يهديك يا هاد المراه على هاد الولد، قراناتو كلهم تزوجوا وداروا ولادهم، وانتي مازال محضنه عليه كيف الدري الصغير. الله يهديك الله يهديك. هاكو دابا وليت انا ما صالحه بالساويه، كلكم قلبتوا عليا القفه. ايوا الولد فيما يجي لعندك يجبد معاك هذا الموضوع كتقلبي ليه عينيه وزوجي الولد. ايوا واخا وليدي صافي سير سير نعس على جنب بالراحه، انا غادي نشوف لك شي بنت الناس. واش بصح امي؟ وصافي كلمه وحده ديناها، انا شفت واحد البنت وعيني عليها مش حال هذا، وكنقول نهار اللي غادي نوي غادي نمشي لعندهم ان شاء الله. ايوا دابا مزيان امي، ودابا فرحتيني. وفوقاش غادي تمشي لعندهم؟ ايوا ما تبرزطنيش، ملي غادي نلقى شويه ديال الوقت غادي نمشي لعندهم نزورهم في دارهم. ايوا خامي غير ما تنسانيش ديريني في بالك. وصافي سير كون هاني. وهادشي اللي كان يا سيادي كيف ما سمعتو، المرا محضنه على ولدها، الولد كان اللي في السن ديالو داروا وليداتهم، وهي مازال كتحس بدري صغير وما ساخيه بيه تزوجو. ولكن هاد المره عطاتو شويه د الامل، وقالت ليه بلي غادي تشوف ليه واحد بنت الناس. وهذا هو الكلام اللي داز بيناتهم، حتى لواحد النهار ملي نهضت الصباح قالت ليه وليدي اليزيد، انا اليوم غادي نمشي نشوف لك بنت الناس، وسير جيب لي ما ندي في يدي نعلت الناس ما ندخلش يدي يا خاويين. الله 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 يا مامتي وشحال فرحت بهاد الأخبار، وأخيرا وصل النهار اللي غادي تمشي يا مامتي وتشوفي ليا بنت الناس. وأنا ماشي غير غادي نجيب لك حاجة وحدة، غادي نجيب لك 10. لا وليدي جيب غير داكشي اللي كيديو الناس، بلا زيادة بلا نقصان. واخا مامتي. ومشى الولد من الفرحة ما خلى ما جاب، وعطى لميمتو باش تاخدهم. والمرأة ما خداتش داكشي كله، خلات داكشي ليها، وخدات العروسة حاجة وحدة. وهنا تعرفوا العربون، ومشات يا سيدي وقصدت الدار ديال الناس، وطلبت البنت للزواج. والعائلة ديال البنت وافقوا، حيت كانوا كيعرفوا اليزيد ولد الناس، وداروا واحد الحفلة صغيرة. ومشات المرا لدارها، والصباح اللي صبحت فيه المرا في دار راجلها ناض الراجل وفطروا مجموعين، وقال ليهم غادي يخرج.
وسمعي بنتي، هي الطو غادي تبقى معاك وتهلا فيها ووريها الدار وخليها توانس انتي وياها باش ما تقنطش. واخا وليدي غير سير، صافي مرتك في الامان. ايوا يا سيدي، الراجل عطاهم بالظهر وشد الباب وخرج، وهي تنوض العقروشة وقفت حدايا الطو وقالت ليها: ايوا سمعي انتي، غادي نقول لك 3 د الكلمات. شتي في هاد الدار انا اللي كنحكم، المعلقة بنيتي ما تقلبي عليها، وانا هي الري والشوار، والحاجة اللي دازت في هاد الدار تبقى هنا، ما نبغي نجبر سراري عن الناس. ونزيدك حاجة أخرى، شقا د الدار انتي اللي مكلفة بيه، غادي ديري الشقا وغادي طيبي، وانا ما غادي ندير والو. وهنا يا سيادي طحنت راسها وقالت ليها: واخا خالتي، ماشي مشكل، بالنسبة لي انا هذه دار غادي نكون فيها بحالي ضيفة عندكم، وانتي هي مرات الدار. ايوا مزيان مزيان ملي فهمتي هاد الكلام، ونوضي دابا ورينا حنيت يديك وصايبي لينا شي حاجة للغدا. هي الاولى خالتي، وناضت المرا وما خلت ما صيبت، وردت ديك الدار كتشعل، ودارت الشقا لداخل ودارتو برا في الجردة، وولات الدار كتشعل بالشعيل. المرا يا سيادي كانت مربية ومخلقة وبنت الناس، وكتعرف بينها وبين الله، واحترمت عجوزتها وحنات راسها. وهاد الشي فهماتو الشيبانية بالمقلوب، وقالت: ايوا هادي بعدا مسمار طرقناه، المرا كتبان ليا بوها ليا، وكنظن خافت مني، هادي غادي نديرها تحت يديا. ايوا الحمد لله بعدا صبرت وزوجت وليدي وجبت داكشي اللي كنتمنى. ايوا كيف ما سمعتو، المرا كانت ناوية على الشر، وهيطو اللي هي العروسة ما كان في بالها حتى حاجة من غير الخير، وتزوجت بنية حسنة وداخلة على المعقول، وما في بالها حتى حاجة خايبة. وبقات الشيبانية كدوز الدكداك على يدو، بقات تعطيها الشقا وتمارة، والمرا مسكينة تبقى تضرب في التمارة وما تقول لا حاه ولا حياني، ولا راه هاد الشقا عياني. كانت تحتر راسها وتسمع كلام عدوزتها، وكتحترمها وتعيط عليها غير خالتي وخا خالتي. والشيبانية استغلت هادشي لصالحها. والمشكل ملي كان كيجي الراجل في العشية كتخلي وتعرف الوقت اللي غادي يجي فيه، وتنوض دير براسها باللي كتعاون يطو، حيت لقات يطو بنت الناس عمرها ما تشكات. كانت صابرة على مكتابها، وملي كتجلس مع راسها كتقول: ما بغيت انا هاد الراجل غير يدخل، هو مسكين يقيل في تمارة ويجي للدار باش يرتاح، ويلقاني انا بالشكاوي ويقول الناقص كاع من هاد الزواج. غادي نصبر مع هاد المرا، دابا ان شاء الله دير عقلها وتعرفني بلي انا بنت الناس، ما باغيه لا صداع لا مشاكل، الله يهديها عليا وخلاص. ايوا يا سيدي المرا كانت مسكينه صابره على وعدها وسعدها، ود الشيبانيه كطغى وكتحرط بها الارض. كانت المرا غير تنوض الفروج يكوك حتى كتكون هي مسكينه كتعجن العجنه الاولى ديال الخبز. الراجل ديال الشيبانيه كان كيشوف هادشي بعينيه، وما كانش كيعجبو الحال، وكان كيقول لمرتو: يا هاد المرا ويهديك الله على ديك بنت الناس، واش انت لقيتي لولدك العروسه دايره كي الجوهره، زينه وعائلتها مزيانه ومحترماك، وانت طلعتي ليها فوق الظهر؟ وكوني تحشمي، راه الذنوب هاد المرا غادي يخرجوا فيك يا هاد المرا. شوف انت ديها في راسك، لا عليك الشي اللي دوزاتو عليا امك هاني كندوزو عليها.
إيوا مالي أنا ما نديرش حتى أنا بحال العديزات. إيوا مالك لا ما ديريش معاها المزيان وتهلا فيها وتحسبها كيف بنتك. حشومة هاد الشي حشومة. أنا غادي ندوي مع ولدك وغادي نقول ليه يعزل ليها ويمشيو يسكنوا بوحدهم، حيت هاد المرا لا بقات معاك غادي تمرضيها في صحتها. والله وتمشي حتى تقول لولدك شي كلمة من هاد الشي اللي قلتي دابا، ما غيعجبك حال معايا. وسيري سيري الله يهديك، حالك ما بقاش كيعجب. ايوا سوق العيالات هذا، اش دخلك انت فيه؟ وسيري سيري، وحتى الكلام معاك حرار، ما بقيت نحمل نشوف فيك حتى الشوفة، وليتي كتبالي ليا شريرة في وجهك. حرام عليك، والله الا حرام عليك. واسير في حالك. ايوا هذا خسر ليا نهاري تاني. وهادشي اللي كان يا سيدي، والمرا بقات صابرة مسكينة، والعيا بدات كتعيا، وتمارا والشقا ظهرات عليها، الضعف ضعافت، والوجه بدا كيدبال، حتى الزين اللي جات به من دارهم بدا كيدبال، والراجل بدا كيلاحظ هادشي في مرتو، ولكن كان كيقول العجب، ما هاد المرا ولات غير معبسة، ما تضحك ما تستقبلني في الباب كيف كانت، وما زينها ولا دابل، ياك ما كدير ليا هادشي بالعاني باغية ترجع لدارهم. لا 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 لا، ما يمكنش، لو كانت ما باغيانيش كانت غادي تقولها ليا، ولكن هاد الحالة اللي وصلت ليها ما بقات عجباني، والمشكلة ملي كنسولها ما كتقول ليا والو. عيطتو يطو، نعمل يا سيدي، اجي زيدي حدايا، هنا يا سيدي ياك لاباس. والو باس. بغيت غير نسولك بنت الناس وتجاوبيني بصراحة، الله يسمعنا خير، واش ماشي مرتاحة في عيشتك معايا؟ لا، علاش؟ حيت كتباني ليا حالتك ماشا وكتكفس. واش انا الناس يشوفوك يقولوا مجوعاك؟ ومالك اش طاري ليك؟ لا لا سيدي يا سيدي، حشومة، انا الحمد لله عايشة مزيانة، يمكن غير من العيا والشقا وصافي. واش امي كتعاون معاك ولا لا؟ خالتي كتعاون معايا. واش بصح؟ مزيانين، حنا مزيانين عايشين مع بعضياتنا، ولكن مالك وليتي غير معبسة. ما نكذبش عليك يا سيدي اليزيد، انا بيدي ما عرفاش راسي مالي. الراجل ما قنعو جواب ديال مرتو، وبقى حيران وشلم طارق كيضربو في راسو، وكيسول راسو على هاد المرا واش طاري ليها. واحد النهار وكيف عادتو ناض ومشى لخدمتو، وتلاقى مع واحد الصديق ديالو، وجلس هو وياه وحكالو هادشي اللي طاري ليه، وهو يقول ليه وهاد المرا عندك واش مزيانة مع همك؟ هو كنسولها كتقول مزيانة، وهادشي اللي قالت ليا. واخا، ودابا غادي نقول لك واحد الحيلة وغادي تعرف هاد المرا مالها. من الصبر صديقي، الا دير فيا هاد الخير عمري نسالك. اشنا هو هادشي اللي خصني ندير؟ ايوا اسمعني مزيان، يعني فتي عليك هاد الراي وغادي دير بيه. واخا، شوف، غادي تخلي الوقت اللي غادي يكونوا مرتك وامك جالسين، غادي تمشي وغادي تجيب شي فروج، وغادي دير براسك فحال اللي غادي تذبحو، ومن بعد غادي ترخيه، وغادي تبقى انت تجري وهو يجري، وإلا ضحكت امك مزيان، وإلا ضحكت مرتك عرفهم راهم مزيانين مع بعضياتهم. ولكن إلا ضحكت امك ومرتك بقات معبسة، غادي تعرف هنا بلي امك محررة العيشة بديك المرا، وحرمت عليها حتى الضحكة. واخا، هادي سهلة، اليوم غادي انتي معايا الفروج. ومشى الراجل قصاد السوق، وشرى الفروج وضرب داكشي اللي قال ليه صاحبو، ومشى
ولاحظ بلي مو كتفرشخ بالضحك، وعجبها المنظر اللي كان داير ديك الفروج وولدها اليزيد. وملي تلفت لمرتو لقاها معبسة وجالسة ما ضحكت حتى ضحيكة. وهنا مشى عند صاحبو وقال ليه هاد الكلام: ايوا اليزيد مالا ما بان ليا، امك راه معادي على هاد المرا بزاف، حتى من الضحكة هجرتها ليها. واش غادي ندير باش نتيقن من هاد الكلام؟ نفتي عليك واحد الرأي اخر، ولكن هذا غادي يكون قاصح شوية، وخصك تفتح معايا ودنيك مزيان. اييه، انا معك صديقي، غير قول لي اللي قلتيها نديرها. واخا، انا عندي واحد الخوادرية، غادي نقول ليها تمثل معك هذا الدور. غادي تمشي نتا عند امك وغادي تقول ليها باللي ديك المرا ما بقيتيش باغي تبقى مزوج بيها، وغادي تسردها لدار باها، وباللي انت لقيتي المرا اللي بغيتي تكمل معاها حياتك، وغادي تجيبها الغد ليه، وشوف امك اش غتقول ليك. وملي غادي تقول لك امك واخا، غادي تكون الاخت ديالي وجدت راسها، وغادي تمشي للدار وغدير براسها بلي هي مرتك، والكمالة خليها عليا. وهادشي يا خويا كيبان ليا صعيب، ولكن غادي نديرو. ضروري خصني نعرف مرتي مالها. ايوا دير بهادشي اللي قلت ليك، وسير دابا وقول لامك اللي قلت ليك. واخا، يلا بسلامة، خليت لك الراحة. بسلامة الياسين، بسلامة. ومشى الراجل ودار بكلام صاحبو، وقال لمو هادشي، وكان الجواب ديالها هو: ايوا نهار كبير هذا اللي جيتي يا ولدي وفهمتي راسك وقلتي لي هاد الكلام. حتى انا ولدي ديك المرا ما بقات تنزل ليا من لهنا، واش المرا ملي صباح الصباح وهي معبسة، ما تغدر ما تغني ما تحني ما تدني، دارت ليا الغمة في قلبي، صيفط الزمر لضربوها وجيب هاد المرا اللي قلتي. هذا هو كلامك امي. اييه وليدي، انا راضية عليك. وهادشي اللي كان يا سيدي. ومشى ليها زيد عندي الطو قال ليها: عيطو، شوفي، غادي نديك لداركم جلسي معاهم شوية ترتاحي، وغادي نقضي شي شغل وغادي نجي وراك. واخا سيدي اليزيد، كلامك هو الكبير. ويطو هنا كانت وحش صدارهم، وحتى هي جات معاها تمشي ترتاح شوية في دار باها. ومشى ليها زيد ووصلها لدارهم ورجع عند امو، وقال ليها: امي، صافي انا غدا غادي نجيب العروسة. مرحبا بعروسة ولدي. ايوا خرا لو لو شطبت عيشورة، انا بقيت باغي كنت نشوف كم مرتها في هاد الدار. الحمد لله يا وليدي اللي جات من عندك. ايوا خامي واخا، ايوا صافي غدا غادي نجيب العروسة. ايوا ولدي ما غادير حتى حاجة. لا 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 لا، برك عليا، غا داكشي اللي خسرته في داك العرس الاولي، وغادي تفاهمنا انا وياه، غادي تجي غير بالسكات بلا داك صداع الراس. واخا ولدي واخا. ايوا يا سيادي، غير صباح الصباح كانت خت صاحبو واجدة، وجات معاه للدار باش تمثل معاه الدور، ودخلات ورحبت بها الشيبانية. وكيف العادة قال الراجل غادي يخرج يقضي شي شغل، وكيف عطاهم بالظهر وشد الباب، وهي تسيف الشيبانية وقالت لي هذاك الشي اللي كانت قالت لمرات ولدها الاولى. ايوا يا سيادي، المرا جاوبتها: ايوا خالتي، ايوا مالك على هاد الكلام القاصح؟ ايوا مالي اللي ما غاديش ندير هادشي كله في دار راجلي؟ ايوا دخل الصح هذا. الشيبانية هنا بقات غير مصدومة من الجواب اللي سمعات. هاي على مرات ولدي، كتباني ليا جيتي بعجاجتك. ايوا لا، انتي اللي كتباني ليا بعجاجتك. واش انا يلاه صبحت معاكم من النهار الاول مازال حتى ما سخنت بلاصتي،
حتى كنتِ بديتِ بهاد الشي، وأطلتها بالدار وزادت. الشيبانية بقات غير حلة فمها وكتشوف هاد العجب اللي جاب ليها ولدها، وعرفات راسها بلي هادي ما سهلاش، وما دارت فيها هاد المرا قاع داكشي اللي وصات ودارت ليها بالمقلوب. كانت واحد الهيطوكية ما منهاش جوج، والدار اللي تمشي ليها دير فيها العوافي شل كتشي معاشي، والدار ولات حالتها خانسة بن خنس، ما كتعرف لا تشقى لا طيب، حتى ولات شيبانية هي اللي طيب وهي اللي تشقى، والمرا غير جالسة. ايوا يا سيدي، بقات على هاد الحال. كاع الأخبارات ديال الدار وصلتهم للجيران. المرا بغات غير تفك، وبقات صابرة معاها شيامات حتى لواحد النهار غير حل باب ولدها ودخل وهي تقول ليه: ولدي اليزيد، اجي يا ولدي ندوي معاك اجي. ياك لاباس امي؟ اش كاين تاني؟ ولدي انا بغيت ندوي معاك غير على هاد المرا اللي جبتي. ايش هاد المصيبة اللي بليتينا بيها؟ هاد المرا شرانية وشلكت الناس مع بعضياتهم وحشمت لي مع الجيران، والدار ولات معلكة والركاني ولاو حالتهم. يا وليدي واش هاد البلية اللي بليتيني بيها؟ ايوا امي نتينا ما كنتيش حاملة يطو، وكنتي باغية غير تفكي منها، وانا فكيتك منها. واش هاد العيالات كلهم ما مزيانيش؟ لا 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 لا, لا ولدي لا، انا اليوم غادي نطلب منك السماحة، وبغيت نمشي نطلب السماحة حتى من يطو. انا غادي نقول لك واحد السر وليدي، شتي ديك المرأة راه من أطيب خلق الله، عمرها ما علات عينيها فيا، ما خليتها وليدي ما دوزت عليها، وكاع من داكشي اللي ولات تبان فيه وداك الحالة غير في سبابي. الله يسمح لي منها وخلاص. دوزت عليها العذاب مسكينة، كنت كنتاقم من العدايز ودايرة حالة في مرات ولدي الدرويشة. كانت مسكينة غير خالتي يا خالتي وخا خالتي وحضرة راسها، حتى جبتي ليا يا وليدي هاد الهيطوكية ودارت فيا هاد الحالة. وهادي اللي أنا متزوقة فيك بنتي لما تسردها لدارهم، وسير رجع مرتك. ياك أمي ياك، هادشي اللي دابا كتقولي كيبان لك عادي. لا 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 وليدي لا، أنا غادي نمشي معاك حتى لدارهم ونطلب منها السماحة. هاديك هي بنيتي اللي ما ولدتهاش من كرشي، عمر كلمة العيب ما سمعتها من فمها. كانت مسكينة كتحترمني واخا ندوز عليها العذاب، وحتى مشكا عمرها شكاتلك. ولكن هادي يا وليدي غير فكني منها الله يرضي عليك. واخا امي واخا، نتمنى من الله تسامحك وصافي. مسكينة داك المرا ولات كتبان فحال اللي ميتة وهي حية، حتى من الضحكة هجرتيها ليها. حرام عليك امي حرام. وصافي يا ولدي ما تزيد على ما بيا، حتى انا ضميري كل نهار يبيتني فايقة، وكنبات نخمم في ديك البنت وما درت فيها. دابا صرف ليا غير هادي، وغادي نمشي عند يدو نطلب منها السماحة. وهادشي اللي كان يا سيادي، كيف ما سمعتو المرا واعترفت بفمها داكشي اللي دارت، والراجل هنا فهم الحكاية وما جرى فيها، وصرد المرا على أساس اللي هي مرتو، ولكن هي غير كتمثل معاه، ومشات وشكرها على داكشي اللي دارت معاه. وناضوا الناس وقصدوا دار يطو ومشاو عندهم، وغير وصلت الشيبانية بدات كتزاوق وتحورط في يطو وتقول ليها: اسمحي لي يا بنيتي، سمحي لي على ما دوزت عليك. وما شتي ما داز عليا، يا بنيتي مربية والله يرحم من رباك. ايوا خالتي ماشي مشكل ماشي مشكل، مسامح كريم. سمحتي لي يا بنيتي، الله يرضي عليك يا بنتي. الحمد لله اللي فيقت دابا وعقت بداك الشي اللي كندير، وما كنتش نزيد نغرق فيه. شتي من دابا فوق نتيا يا بنتي، وغادي نعيشو انا وياك واحد العيشة ديال المرا وبنتها، نخرجو انا وياك ونتسهراو ونتعاونو على الشقة ديال الدار، ونديرو كلشي ونمشيو للحمام ونحنيو، وتولد ليا الوليدات ونعاونك فيهم ونربيوهم.
رجعي معانا بنيتي، أنا راضية عليك. إن شاء الله خالتي، إن شاء الله يكون خير. إيوا صافي بنيتي نعلي الشيطان. واخا خالتي إن شاء الله أنا غادي نمشي معاكم اليوم. أيوا يا سيدي، كيف ما سمعتو المرا جمعات حويجاتها، اللي ما كان في راسها ما تعاود. المرا جات لدار باها على أساس غادي تعاون تجلس تما ترتاح شوية حتى يرجع راجلها، وبقات على ديك اليد حتى رجعت معاهم للدار وعاود ليالي يزيد على ما جرى. وحمدت الله وشكراتو اللي اليزيد لقاه الله مع صديقه واللي نبهو لهاد الشي، لحقاش هي غادي تبقى كانت صابرة حتى توقع عليها شي حاجة في صحتها، حيت صعيب الإنسان يبقى يهز في قلبه. والله يهدي العييزات اللي كيدوزو هاد الشي على النسا ديال وليداتهم، وعلاش اللي ما يعيشوش في الأمان وفي السلام ويتهلاو في الوليدات، في الزوجات ديال وليداتهم فحال وليداتهم، حتى هما يكونوا عندهم البنات مزوجينهم عند الناس وما يبغيو يدوزو عليهم هادشي. الله يهدي الجميع. وماشي العزيزات كلهم خايبين، وماشي المرات الولد هي ديما اللي خايبة، الناس فيهم وفيهم، وطوب وحجر فين ما مشيتو. والله يهدي الجميع. ايوا يا سيدي، المرا بقات في دار راجلها وقالت ليها العكوزة: ايوا سمعي يا بنيتي، من دابا فوق انتي هي مولات الدار وانا ضيفة عندك، واللي معلقة وصليها، واللي بغيتيه ديري ديريها بنتي وسمحي ليا. لا لا خالتي، هذه داري ودارك وغادي نعيشو فيها كاملين ان شاء الله. ايوا دابا عرفتي يا الحاجة اش خصنا نديرو، خصنا نمشيو نديرو شي عمرة انا وياك، وتما غادي تطلب من الله يسامحك على هادشي اللي دوزتي على هاد بنت الناس. ايوا خال الحاج، ان شاء الله العمرة د رمضان نمشيو انا وياك، هاديك هي احسن حاجة. وهادشي اللي كان يا سيدي، المرا مشات العمرة هي وراجلها، وبقات يطو هي واليزيد في الدار، وخداو راحتهم ورتاحوا شوية. وملي رجعت المرا، رجعت وحدة أخرى، ولات قلبها صافي كيف الحلي، وولات كتحمق على مرات ولدها. ويضو حملات وولدات بنية، وكانت كتعاونها فيها، والشقا ديال الدار كانوا دايرين عليه النوبة، وكل نهار كيديروا الشهاوي وهما مجموعين، وما كاين لك غير قولها وضحك عليها. وهنا يا سيدي كلشي كان مرتاح، الراجل مرتاح على مرتو، والمرا مرتاحة في عيشتها، والعجوزة حتى هي كانت مرتاحة وندمت على كل ما دوزت على مرات ولدها. وهنا يا سيدي كنكون وصلت لنهاية الحكاية، وكنتمنى تكون عجبتكم ونستكم ولو غير شوية. وما تنساوش التشجيعات ديالكم، الله يجزيكم بالخير، حيت هاد القناة محتاجة الدعم، والكومونتيرات الزوينين ديالكم هما اللي كيشجعوني وكيخليوني نستمر معاكم. لحقاش كيف ما كتعرفوا ماشي بالساهل باش تسجل قصة وتجيب الأفكار والقصص وفي الأخير كتشوف باللي المشاهدة ما كايناش، ولكن كل شي كيهون، وبجهد الله إن شاء الله غادي توصل هاد القناة للمتتبعات الغاليات. وما تنساوليش اللايكات والكومنتيرات، الله يرضي عليكم والله يجعل لكم في ميزان الحسنات ديالكم. والحكمة من هاد القصة كيف ما قلت ليكم، ما يحكمش الإنسان على منادم، والتعدو ما يبغي لا الله ولا العبد. وكونوا مزيانين ونيتكم مزيانة، ويعيش الإنسان في الهنا. وما نزيدش نطول عليكم، وإلى اللقاء إلى حكاية قادمة إن شاء الله، ومع السلامة يا أغلى متتبعات.